أنا سعيد وكل الإخوة اللي حضروا معي أن نكون ضيوف. أسأل الله أن نكون ضيوف خفيفين عليكم لعمنا العمدة عبد الرحمن سيف الدين رحمة، وكذلك التحية لعمنا الوالد والد الصديق العزيز محي الدين الطيب، عمنا الطيب التحية له، ونشكركم لحسن الضيافة وحسن الاستقبال. وكذلك التحية لأسرة الشهيدين أخونا الوزير وزير الصحة دكتور الهادي محمد عبد الرحيم، وكذلك التحية لأخونا معتز محمد عبد الرحيم، الأسرة التي قدمت 2 من فلذات أكباد الشهداء، التحية لهم. والتحية لأهلنا في أم جنح كلكم، لأنه دي أرض الرجال. كين نحن قلنا كونه نجي البلد دي وما نصل أرض الرجال ونمشي عيب علينا. البلد دي قدمت الشهيد الفريق نصر الدين بين قوسين جنجويد. نصر الدين جنجويد كان له الدور الأكبر، والرجل ده ظل نحن كنا متابعين أيام الحرب الأولى وهو داخل الاحتياط المركزي، رفض انه يزج بالشرطه في الحرب، وعنان لما اتصل عليه ووقتها عنان كان برا البلد، وعمليا بقانون الشرطه هو المسؤول من الشرطه، لكن نحن كنا قاعدين في دوله معطوبه اللي هي الدوله 56 اللي بيكون فيها الافضليه للزول الجاي من شمال السودان. فنصر الدين رفض، واظن كان دخل في مكالمه طويله جدا مع عنان. بعد المكالمه دي طوالي نصر الدين زي دخل في حاله، لكن انا لست قانون ولا من الاسره، لكن ده رايي انا الشخصي انه نصر الدين جنجويد تم اغتياله. ده رايي انا الشخصي، زي ما الدوله بتاع 56 دي اغتالت عدد من الناس، نصر الدين جنجويد هو قدر الله سبحانه وتعالى، وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. ما في زول بيموت ناقص يوم، لكن الاسباب نصر الدين جنجويد اذا ان شاء الله تحققت العداله في البلد دي وقامت الدوله يتم فتح ملف التحقيق عشان نعرف ليه تم اغتياله، وعشان نعرف ليه هو كان مدير عام قوات الشرطه هنا والمدير كان برا وذاك بيدي تعليمات، والشرطه دي يوم ما دخلت الحرب انتهت، لانه نصر الدين كان بيرى بنور البصيره يعني. لكن في النهايه اتهموه انه هو عرب شتات، انه هو جنجويد، انه هو ما دار يدخل الشرطه، لكن كانت نظريه نصر الدين الله يرحمه هي النظريه الصحيحه، لانه نصر الدين كان على الحق. وكذلك اخوه الشهيد اللي استشهد بالامس في معارك تحرير الخوي. 12 من ابناء هذه المنطقه استشهدوا في تحرير الخوي، ويمكن يكونوا عشرات من ابنائكم استشهدوا في تحرير السودان. التحيه لهم. نحن اقل قدرا واقل قامه انه نجي نكلمكم عن الوطنيه ونكلمكم عن الجهاد والمجاهدات، لكن نحن جينا هنا عشان نشيل منكم معنويات، عشان جينا ارض الرجال دي، ومجنح دي انا بسميها ارض الرجال. وعبركم بلغوا التحايا لكل اهلنا في عده فرسان. عبركم التحيه لاسره الفريق عبد الله حسين. هذه الارض قدمت الاف الرجال، وتالي هنقدم الاف الرجال. شفت العيال الصغار دي؟ العيال الصغار اللي هسه قاعدين، الصغار دي اصغر ولد انا قبل الصور معي، دول كلهم مشاريع بتاعت شهاده في سبيل تحرير البلد دي. والناس تفهم حاجه واحده يا اخوانا، الحرب دي فرضت علينا، نحن ما بديناها. ولا نصر الدين جنجويد كان في يوم من الايام زول الحرب. هذه الحرب كل الناس اللي ماتوا فيها، كل الناس اللي ماتوا في الحرب دي باستثناء ضباط الكليه الحربيه هم ابنائنا، نحن ابناء الهامش. كان في المشتركه ابناء دارفور وكردفان، كان في الجيش ابناء كردفان ودارفور، كان في الدعم السريع ابناء كردفان ودارفور. ما في زول مات في الحرب دي غير ابنائنا نحن. عشان كذا الحرب دي لازم الناس يفهموا انه هذه الحرب
حرب مصيرية وحرب وجود. هسه السيد الوزير قال كلام جميل جدا، قال الآن أنتوا قعدتوا في الزراعة دي حسيتوا التغيير اللي حصل شنو؟ الليلة المزارع في البلد دي بيزرع بشيل شوال الفول بوديه بيعه في السوق ب20,000، وبشيل شوال العيش حقه بوديه بيعه في السوق ب30-40,000 حسب ما هو داير. ليه؟ لأنه زمان كانت في حلقة بتاعت فساد موجودة في النص. في الجلابة ديل لا بيزرعوا لا بينتجوا، بيجوا بيشيلوا حقنا وبيمشوا. الآن نحن قاعدين نقاتل ما لقبيلة، ما لقبيلة، ولا قاعدين نقاتل لجهة جغرافية، نحن قاعدين نقاتل لأجل تحرير السودان. ولما نقول السودان ده سودان واحد، شرق غرب شمال جنوب، ما في حاجة اسمها انفصال. أنا منهم جناح ده بقول لكم، أي زول يتكلم عن الانفصال نبل ونبل ميتين. ما في انفصال. الدولة دي لما اتحررت المستعمر طلع سلمنا المجموعة بتاعت الشمال، حكمتنا 70 سنة. عليك الله شوفوا شكل المنطقة دي، عليك الله شوفوا شكل المنطقة دي، لا فيها مستوصف صحي، لا فيها موية زي الناس، لا فيها كهرباء زي الناس، مع انه هذه المنطقة اللي بتنتجوا ولايات شمال السودان بإقليمه كله ما بينتجوا. عشان كده هم حكمونا 70 سنة أقاموا الظلم. نحن دايرين نحكمهم 70 سنة، لكن سنحكمهم بما قال الله سبحانه وتعالى. الدار انفصال من السنة منهم جناح ده دار انفصال، امشي اكون لك حركة مسلحة واحفر خندقك نجي نركبك ونركب ميتينك هناك بعد ذاك لو اخواننا الجنوبيين لما جو طالبوا بحقهم درشوهم 50 سنة كتلوا منهم 2 مليون مواطن جنوبي. الناس اللي قتلوهم في جنوب السودان يعادلوا سكان شمال السودان مرتين. نحن هنا في دارفور دي لما قاموا ديل بتاع المشتركة طول ديل والهسه ديل اللي كان بيتكلموا عن الحقوق وقاتلوا 20 سنة قتلوا مننا 350,000. الآن موجودة في أطابير المحكمة ICC وموجودة في محكمة الجنايات الدولية، قالت إنه نظام البشير أباد ما لا يقل عن 350,000 مواطن دارفوري هجر أكثر من 4 مليون مواطن. نحن طالبنا بانفصال؟ ما طالبنا بانفصال، طالبنا بقضية العدالة بس في الثروة والسلطة. الليلة انتوا ناس شمال السودان ديل اجيتوا حكمتونا وحكمتوا السودان خلال 70 سنة، نحن والله ما طالبين منكم حاجة. نحن قاعدين نقول انه الديمقراطية في العالم كله تسمى حكم الأغلبية. تمشي صندوق الانتخابات تترشح، فزت بتجي انت تحكم، ما بتهضم حق الأقليات، الأقليات دي تكون موجودة. هم دايرين يمشوا معانا في السودان فيدرالي. تعرفوا شنو فيدرالية؟ الفيدرالية كل زول يحكم نفسه، أي إقليم يحكم نفسه. ونجي بعدين في الدولة المركزية دي الشرطة من جناح دي فيها كم؟ دارفور فيها كم؟ كردفان فيها كم بالنسبة السكانية؟ هم ما دايرين الكلام ده. عشان كده الآن بدأوا يتحدثوا عن قضية الانفصال ونحن نفصل دارفور. دارفور ده السودان كله. نحن هسه حدودنا بالمناسبة نحن ده نتكلم عن حدود. نحن حدودنا لحد زي ما قال دكتور معاذ قبل كده، نحن حدودنا أسوان. ودي أراضي امتدادها الجغرافي ما تبع الشمال، دي تبع غرب السودان. تاريخيا يعني. عشان كده أنا داير أقوله عبركم نحن إن شاء الله سبحانه وتعالى الدماء اللي قدمناه والأرواح اللي قدمناه ثقوا في نصر الله سبحانه وتعالى، إنها ستجيب حرية لأولادكم كلهم. عشان تاني واحد لما يمشي كلية حربية ما يقول له قبيلتك شنو. زمان في الدولة بتاعت الفلول دي لما تمشي تتعين في البترول، ده ما قصة يا اخوانا، دي حقيقة. لما تمشي تتعين في البترول في الفورمان الابلكيشن فورم اللي بيقدموه الناس كاتبين لك قبيلتك. كان ما بقيت شايقي ما بيعينوك في البترول، وكان ما بقيت شايقي ما بيعينوك في جهاز الامن، والكلام ده يزول عارفه، في زول ما عارفه؟ في كم مهندس من جناح دي وفي كم بتاع بترول وفي كم عينوهم ما عينوهم. امتحانات المهن الطبية نحن آخر امتحانات بتاعت المهن الطبية قبل تقوم الحرب رفضوا لأبناء غرب السودان إنه يمشوا يمتحنوا عشان يبقوا دكاترة. دي ما حقيقة، نحن ما بنتكلم ساكت، ده واقع. الواقع ده الليلة ربنا قيد لنا السيد أمير البلاد، أسأل الله إنه ربنا يحفظه في حلوة الحال. والله الرجل ده لو تعرفوا
الفضل الذي أتى به لهذا الشعب أبنوا له تمثال في كل شارع، في كل شارع، وعظموه وخلوا أولادكم يعظموه. ليه؟ لأنه قادنا لمسيرة التحرير. هسه الناس المشوا خشوا الخرطوم وخشوا درمان وشفشفوا عربات وجو، والمشوا شفشفوا بيوت الناس. بعض الناس اللي ما عندهم قضية، في ناس مشوا نحن مشينا حرب دي قاتلنا، في ناس مشوا شفشفوا. لو القضية مال، الأمير ده ماله ومالنا. في زول أغنى منه في السودان؟ بنك السودان كان بيتدين منه. المعلمين لما كانت تحصل لهم إشكالية بيجوا قدام السيد القائد ده بيحل لهم مشاكلهم. لو كانت القضية مال وماله ومالنا، ماله ومالنا. وكان عاش، كان عايش سلطان في ماله، لكن القضية قضية تحرير شعوب. وبعدين اتجاوزوا قضية القبلية دي، دارين تنهضوا تبقوا أمة عندها رسالة، اتجاوزوا قضية القبلية. ما في حاجة اسمها قبيلة. القبيلة دي في إطار التعارف زي ما ربنا ضبطها، قال إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا بس. لكن نحن لو دارين نبني دولة ودارين نبني بلد لابد نتجاوز القبلية وكلنا نمشي بيد واحدة. وربنا هيا لنا السيد الأمير ده الآن قد لنا مشروع. حتى هو قال في آخر خطاب، قال لو أنا خليت القضية ولا عبد الرحيم خلاها أنتوا بتخلوها؟ أنتوا بتخلوها؟ أنتوا تاني بتقبلوا ضرائبكم تمشي المركز؟ تاني أنتوا بتقبلوا إنه مواردكم دي؟ هسه شفتوا في العيد ده، في العيد ده نحن مشينا سوى الخرفان. أنا مشيت اشتريت خروفين ب 400,000 خروفين، اشتريت للعيد ب 400,000. الناس واقفين في شندي وفي عدبر وفي كريمه وفي الخرطوم بمليار و200 ما لاقين خروف. دي حقتنا نحن، دي مواردنا نحن. الان نحن استعدنا حقنا ده. عشان كده هذه القضيه قضيه حرب، قضيه وجود، ما قضيه شخص ولا قضيه قبيله. عشان كده حافظوا عليها، عدوا عليها بالنواجذ، لانه في النهايه الانتصار جاي. انا داير اقول لكم حاجه، الانتصار ده جاي زي ما قال السيد الامير، انا شايفه قدامي والله الذي رفع السماء بلا عمد. سنعود الى الخرطوم وسنعود الدرمان وسنعود الجزيره وسنمشي بورسودان وسنمشي شمال السودان وعزه الله وجلاله. لكن هنمشي لما نعالج اخطانا، نتوحد كلنا، نمشي كلنا اصحاب قضيه، كلنا اصحاب قضيه. احنا ما دايرين مال، دايرين سلطه. عديل كذا نكلمكم، نحن دايرين نحكم السودان ده، والارجل مننا ان يحكموا. السلام عليكم.